اهلا بيكم في قناة كايرو جاردن، قناة الزراعة المنزلية. لو انت اول مرة تدخل لقناة كايرو جاردن، احنا بنشجعك على انك تزرع في البيت بطرق بسيطة. دوس على زرار سبسكرايب علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وعلشان تشوف الفيديوز اللايف اللي بنعملها على طول. ده الجزء التاني من زراعة البطاطس في المنزل. علشان تتفرج عليه لازم تكون شفت الجزء الاول. في الجزء الاول احنا اتكلمنا على ازاي البطاطس بتزرع في البيت عندك، وازاي بتزرعها في شوال او في شالية. في الجزء ده هنتكلم على البطاطس اول ما بتكبر، المرحلة اللي بعد كده. ادخل على اللينك اللي موجود على الشاشة عشان تدخل على الجزء الاول. بعد 15 يوم الزرع بيطلع بالشكل ده زي ما انتم شايفين في الصورة. اول ما الزرع بتاع البطاطس يوصل لطول 15 سنتي تقريبا، انا بقدر اقيسه بايديا. يعني اول ما يوصل حجم كف ايدي انا بعرف ان النبات كده محتاج المرحلة التانية اللي هنعملها في الفيديو النهاردة. والمرحلة التانية هي ان احنا بنبدأ نحط رملة حوالين الزرع والنبات علشان ندفن معظمه تحت الرملة. والهدف من المرحلة دي ان احنا بنقوي الجذور بتاعة البطاطس وبنشجع البطاطس انها تنتج اكتر. وهنا بتيجي اهمية الشوال اللي احنا اخترنا ان احنا نستخدمه. لو انت كنت عامل شالية او شوال ومالي الطينة لغاية الاخر، ما بيبقاش عندك فرصة ان انت تردم جزء من النبات وتشجع النمو بتاعه. زي ما انتوا عارفين البطاطس بتنمو عن طريق الدرانات. درانات بمعنى ان هي جذور النبات بتتكاثر وبيبقى عندك محصول البطاطس تحت الارض. بفضل ادفن في الزرع بتاع البطاطس لحد ما اوصل لغاية القمة النامية. بسيب مثلا قد صباع مثلا من صوابعي من غير ما ادفنه، وده علشان طبعا بنحفز النبات ان هو يطلع جذور اكتر. ولازم اعمل العملية دي في كل الجوانب. زي ما انتم شايفين انا بحاول ادفن الزرعة من كل الجوانب من كل النواحي. اهم حاجة لازم تاخد بالك منها ان انا مش بدوس على الطينة، انا بس برمي الرملة سايبة جدا. والرملة دي رملة زرع اللي هي كومبوست وبيرلايت وبيتموس. برميها بس حوالين النبات، مش بدوس عليها عشان ما نموتش الزرع. العملية دي انا هكررها كمان مرة كمان 15 يوم بس، وهي دي المرحلة التانية في زراعة البطاطس. لو عندك اي سؤال بالنسبة لزراعة البطاطس حطهولي في الكومنت. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، وعلشان كمان تشوف الفيديوهات اللايف اللي بنعملها كل فترة. ولو عندك سؤال ممكن تسألني لما بعمل فيديو لايف. شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.